ما هي الحقيقة وراء أدوية الكوليسترول وإذا كان فعلا في منها مشاكل وبتأذي المرضى ولا لا؟ الأول لازم نعرف إن أدوية الكوليسترول بدأت الدراسات عليها في السبعينات تقريبا، واللي أثبتت إن تقليل نسبة الكوليسترول في الدم بيقي المريض من أمراض زي أمراض القلب والجلطات المخ وخلافه، بل وأيضا بيساعد في العلاج. ومع الوقت بدأ الاتجاه إلى تقليل نسبة الكوليسترول بنسبة أكتر من 50%، وتحديدا ال LDL أو المسمى بالكوليسترول الضار. لو أنا شخص ما عنديش أي أمراض، ما عنديش أي مشاكل صحية، فالطبيعي ان ال LDL بتاعي يكون تحت ال 116. لو لقيته فوق ال 116 لازم نلعب شويه رياضه وتنظيم للاكل بتاعنا. طيب لو انا شخص عندي مشاكل في القلب، الرقم بتاعي لازم يكون تحت ال 55. المريض اللي عنده السكر لكن ما عندوش اي تاريخ مرضي مع القلب لازم يكون الرقم بتاعه تحت ال 70. طيب هل ادويه الكوليسترول فعلا ليها اعراض جانبيه؟ الحقيقه وجد ان الاعراض الجانبيه للادويه دي اقل من 1%، وهم عرضين جانبيين مشهورين جدا. الاولاني ان ممكن انزيمات الكبد تعلى شويه، والعرض الثاني ان هو بيعمل وجع في العضلات. وفي الحاله دي احنا بنوقف الدواء من اسبوعين ل4 اسابيع وبنرجع نعيد تاني تحليل. لو ظبط بنجرب جرعه اقل من الدواء، لو رجع يعلى تاني بوقف الدواء مش باخده خالص وبغير لدواء تاني. اما لو استمر في الارتفاع على طول خلاص يبقى همنع ادويه الكوليسترول. ولو استفدت بالمعلومه دي يا ريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان كل مره يكون عندنا معلومه جديده. سلام.